السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن سؤال بيتكرر كتير، وهو هل من حق الأم اللي هي تحضر جلسة التخاطب بتاعة ابنها؟ طيب هل من حق الأخصائي إنه يرفض إن الأم تحضر جلسة ابنها؟ السؤال ببساطة خالص هي ملهاش قاعدة، مفيش قاعدة، مفيش قانون بيقول الأم لازم تحضر، مفيش قانون بيقول الأم ما تحضرش. ببساطة خالص الأم من حقها اللي هي تطلب اللي هي تحضر الجلسة، الأخصائي رفض من حقها اللي هي تغير المكان، ونفس القصة الأخصائي من حقه إن هو يرفض إن الأم تحضر الجلسة. طيب الأم اللي عايزة تحضر الجلسة والأخصائي مش راضي، بيبقى مش راضي ليه أو سبب الرفض إيه؟ سبب الرفض إن الطفل لما بيشوف أمه قاعدة ما بيشتغلش، بيتدلع على الأخصائي، ما بيرضاش يستجيب، بينشغل بالأم. فالأخصائي اللي بيبقى قادر إنه يوظف الأم معاه في الجلسة، يشغل الأم معاه في الجلسة، يخلي الطفل يستجيب ليه، خلاص هيبقى حضور الأم ما فيهوش أي مشكلة خالص. يبقى إحنا ممكن نمنع حضور الأم للجلسة بسبب اللي هي بتشتت الطفل، أو بسبب إن الطفل بيتدلع لما بيلاقي الأم قاعدة، أو بسبب إن الطفل بيرفض الشغل. ونوافق ان الام تحضر الجلسه لو الام هتساعدني، مثلا الطفل لما بيقعد على رجل امه بيبقى مرتاح فهيرضى يشتغل معايا، الطفل بيطمن لما بيلاقي ماما قاعده فهيشتغل معايا، الطفل عاوز يقول قدام ماما عشان يبين اللي هو شاطر قدام ماما او شغال قدام ماما فهيشتغل معايا. دي اسباب الرفض واسباب القبول. طيب في حل وسط، الام مصممه اللي هي تحضر الجلسه والاخصائي رافض ان الام تحضر الجلسه. الحل ايه؟ الحل ان الام تحضر الجلسه عن طريق الكاميرا، تبقى الجلسه مصوره عادي والام شايفه الطفل في الكاميرا صوت وصوره. طب مركز بسيط ما فيهوش كاميرا، الام تحضر الجلسه من ورا، من خلف الغرفه يعني او خلف الباب، والطفل يبقى مديلها ظهره، الطفل مش شايف امه لان امه بص عليه من الشباك او الباب متوارب، فالام شايفاه وهو شغال. يبقى كده الاخصائي حقق الام عايزاه، خلاها تحضر الجلسه وفي نفس الوقت ما عطلش الطفل او الطفل ما تدلعش. واغلب المراكز دلوقتي بقت تعمل كده، يعني المراكز تبقى شغاله في الغرفه والغرفه فيها شباك والام طلع الطفل من الشباك، او الطفل ظهره للباب والباب متوارب والام شايفه الطفل وهو شغال. ويبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر واحد، الام شافت الجلسه وفي نفس الوقت ما عطلتش الاخصائي. في اخر الفيديو هنقول حاجه مهمه، وهي ان الام من حقها تحضر الجلسه والاخصائي من حقه يرفض. هو اتفاق، انا عاوز احضر مع ابني الجلسه وانت مش راضي، خلاص هاخد ابني واروح مركز تاني بيخليني احضر مع ابني الجلسه. والعكس صحيح، الام عاوزه تحضر وانت مش عايزه تحضر معاك الجلسه، خلاص قول لها خد ابنك وروحي مكان تاني. في النهايه هي ملهاش قاعده، مفيش علم بيقول لازم الام تحضر، ومفيش علم بيقول ما ينفعش الام تحضر. هي على حسب ظروف الطفل وعلى حسب ظروف المكان وعلى حسب طبيعة المكان اللي احنا شغالين بيه. وشكرا.